النهارده بقى باذن الله في الفيديو هنقول شويه حاجات مهمين باذن الله كده. ازاي انك انتي تلقطي الرغيف سهل، وازاي انك ترحيه سهل، وازاي ترميه في الفرن كمان. وكمان هقولك ازاي تظبطي الفرن، وازاي الرغيف يقب معاكي وينفخ ما شاء الله اللهم بارك زي ما انت شايفه كده. هقولك باذن الله شويه حاجات حلوين في الفيديو، بس اصبري معايا كده وتوكلي على الله كده وسمي الله كده، وان شاء الله باذن الله كل معلومه انت هتحتاجيها او نفسك انت تعرفيها هتلاقيها باذن الله في الفيديو هنا معانا. كمان هقولك ازاي تظبطي العجينه، يعني ازاي تظبطي العجينه وتعرفي ان هي كده تمام. وكمان هقولك ازاي تظبطي قعر الفرن ووش الفرن للناس اللي كانت بتقولي ان القعر عندي بيحرق الرغيف. هقولك ازاي تظبطيه وازاي توطيه انهي ناحية فيهم علشان يخليلك النار مظبوطة من القعر، تخليلك الرغيف مظبوط. لو سمك البلاطة قد ايه حتى هقولك اظبطيه ازاي. وكمان هنا عندنا المطرحة اللي سألتني وقالت لي المطرح عندي بتسقط مني الردة في الارض وبتخلي الرغيف يلزق في المطرحة. هقولك تعملي فيه ايه كمان وتسدديها ازاي وتبقى معاكي مظبوطة ازاي. وهقولك ايه سمك الردة اللي انت تفرشيها تحت العجين. يعني هقولك كمان ازاي سمك الردة اللي انت تفرشيها تحت العجين علشان تلقطي الرغيف سهل. تمام كده. يعني باذن الله هقولك شويه معلومات حلوين، وكمان هقولك ازاي تخزني العيش معاكي يقعد فتره طويله ويفضل زي ما هو جميل، واول ما تطلعيه من مكانه يبقى طري معاكي وجميل قوي. بعد ما قلنا كل الحاجات دي كده وهنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عشان الفيديو بتاعنا كله خير. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى هنبدأ. انا عندنا خميرة، عندنا دقيق، عندنا ملح، عندنا مية. الدقيق والملح المية، في ناس بتحط الدقيق الاول في المعون وتنزل عليه بالمية علشان تبقى عارفة ان هي تنزل بمقدار قد ايه مية على الدقيق. مفيش مشاكل، دي برضو طريقة ودي طريقة تانية ان احنا نحط المية في المعون وننزل عليه بالملح والخميرة وننزل عليه بالدقيق. اما حكاية السكر اللي الناس بتقولي انت ليه كل ما بتعجني ما بنلاقيكيش تحط سكر في العجين، احنا بنحط السكر اصلا في العجين. بس اهم حاجة انك انت تكوني متأكدة ان الخميرة عندك شغالة وحلوة، ان الخميرة عندك ما تكونش قديمة وما تكونش لقطة زيت او سمنة علشان ما تبطلش منك وترفع لك الخبيز ويبقى جميل. اما حكايه البيكنج باودر انا مش بحط بيكنج باودر خالص للخبز للخبز، يعني بنحطه ماشي للبسكوت، بنحطه للكحك، بنحطه كمان للكيكه، للحاجات دي كلها. اما العيش البلدي انا مش بحط له بيكنج باودر خالص، هو خميره بس اهم حاجه ان انا في الشتاء بتوصى بالخميره شويه زياده شويه عن الصيف. ليش؟ علشان في الشتاء بيبقى الجو ساقعه والميه ساقعه والدقيق ساقع متلج، فكل ده بيحتاج خميرة زيادة شوية علشان ترفع لي من العيش معايا على طول، يقب معايا وينفخ معايا ويرتفع معايا على طول ويخمر كمان معايا في المعون على طول. يعني سهل، يعني فهمتوني، ما يعوقش معي قوي. ولو عوق معايا بتلاقي قعر الرغيف تخين ووش الرغيف رقيق. ده بيكون سبب من انك انت مش مدفية المية للعجين، وكمان سبب في الخميرة. تمام. هما السببين دول اللي بيخلوا العيش معاكي تخين من القعر ورقيق من الوش. هنا بقى عايزين نظبط العجينه بتاعتنا بعد ما لتناها فتره طويله. وانا قافله معاكي الفيديو ولتتها لته حلوه قوي ورجعت لك اهو. شايفه القطعه قطعتها وحطيتها، لا فرشت قوي ولا قعدت مكعبره قوي. لو قعدت مكعبره قوي هنعمل ايه؟ هنحط نزل ميه ماشي قد نص كوبايه شاي كده ميه ولا كوبايه شاي، امليها ميه وحطيها ولتيها في العجين. طيب ان لقيتها فرشت قوي يا ام يوسف القطعه اللي انا قطعتها، هجيب حبه دقيق وارشها على وش الدقيق والتها في الدقيق كويس، هتلم للدقيق وكده عجيني هيبقى مظبوط. تمام كده. تمام، احنا كده خلصنا وسطرنا العجين بتاعنا، ربنا ان شاء الله كده يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب اللهم امين. ورحنا غطيناه وجينا بقى نعدل الرده بتاعتنا. في الوقت ده هو بياخد من حوالي من ساعة لساعة ونص لساعتين حسب المقدار اللي انت عجناه وحسب التدفية اللي انت مدفياها للعجين. هنا بقى انا نخلت الردة بتاعتي وجبت الصواني اللي انا بستخدمها. عندك الصواني افرشي ملاية على الارض ورشي عليها الردة او النخالة وابدأ افرشي ردتك. الردة بتبقى عبارة عن نص سنتي علو من الصينية لفوق، نص سنتي. ليه؟ علشان تعرف تلقط الرغيف كويس. ده للناس اللي بتتعلم. اما الناس اللي هي متعلمة عادي مش هتفرق كتير او قليل، اهم حاجة يكون حسب الكمية اللي موجودة عندها بتستخدمها. بس طبعا اما بيبقى فيه نخالة كتيرة تحت العيش او تحت الخبيز بتاعك العيش، يعني القطعة بتاعت الرغيف بتلقطيها سهل، بيساعد معاكي في اللقط. اما لما تبقى رشة حبة نخالة قليلة بيغلبك وبيلزق في ايدك وبيلزق منك في الصينية.
تمام كده. هنا بقى سمينا الله كده، وطبعا عشان الحاجه تبقى كلها بركه، وبدات جبت حبه زيت وبدات سميت الله. طبعا لما جيت اشوف العجين لقيته طلع ولزق في الصينيه، بدات لميته من الصينيه ونزلته في المعون بتاعه او في المجور او في العجان. ده بيديله حته عرق شويه، بيديله عرق شويه لما بتلمي الطروف بس، الطروف بس، مش بتلمي العجين كله. يعني طرف المجور داير ما يدور كده، بتبدأ تلميه بسيط بطروفة صوابعك كده وتجيبيه على نص العجين وابدأ قطعي. ليه الحتة دي يا ام يوسف؟ انا بعمل الحتة دي دايما علشان بحس ان هي بتزود لي للعجين عرق شوية، بتزود لي للعجين عرق شوية. احنا طبعا عاملين فيديو للتقطيع بس، انا جبت لكم فيديو للتقطيع بس، قطعنا 1.5 كيلو دقيق فيه على ردة وعلى نخالة وفردناهم كمان. بس انا جبت لك التقطيع بس في الفيديو ده، هحط لكم باذن الله في صندوق الوصف لو حبيتوا حد يعني يستنفع منه. ده طبعا ربنا ان شاء الله كده يجعل مننا كلنا الافاده لبعضنا يا رب، اللهم امين. وكمان عملنا فيديو للعجين، وكمان عملنا فيديو للرح، بس فيديو ممتاز بتاع الرح، هتطلع مني متعلم الرح 100 باذن الله، يعني باذن الله من غير مقاطعه ومن غير شر. انا عملتهم لكم طبعا عند الفرن الطينه اللي فوق، علشان خاطر الصوت بتاع الفرن الغاز بيخليني ما تسمعوش صوتي كويس. لما عملته قبل كده قلتولي صوتك واطي قوي يا ام يوسف عند الغاز، الفرن الغاز صوته عالي فمخليكي احنا مش سامعينك انت بتقولي ايه. عملته لكم تاني عند الفرن الطينه فوق علشان الصوت يكون واضح وتفهموا مني انا اقصد ايه. ما شاء الله الفيديو كويس، هتطلعي منه باستفاده باذن الله. هحطه لك برده في صندوق الوصف. يعني ايه صندوق الوصف للناس الجديده؟ هتدوسي على العنوان وانت بتسمعيني دلوقتي، هيطلع لك كلام كده، هتطلعي لفوق في الفيديو تدوسي على المزيد، هيجيلك شويه كلمات انا ببقى كاتبالك شويه معلومات يهموكي برده في اي فيديو، وببقى حاطالك 5-6 فيديوهات كده، 4-5 تستفادي منهم، يعني بيكونوا ليهم افاده باذن الله ليكي. لو حبيتي تخشي تشوفيهم، ما حبيتيش خلاص انت برضو وحريتك. هنا بقى خلصت العجين بتاعي قطعته كله، بخلي المسافه، شايفه المسافه اللي انا بخليها بين الرغيف والرغيف، علشان لسه بسيبه يخمر حوالي في الصيف ربع ساعه، اما في الشتاء بسيبه يخمر على الصواني نص ساعه. تمام. هنا بقى نظفت الطبق بتاعي اللي انا عجنت فيه علشان اوديه كله للطيور، بيكون فيه خميره وملح وعجين، كل الحاجات دي حلوه للطيور بدل ما يترمي في الزباله يعني وفي المواعين. وبدات بقى جيت عند الفرن. هنا بقى عند الفرن حبايب قلبي، زميل واحده اختنا كانت بتقول لي انا طيبت العيش وعملت ما شاء الله اللهم بارك كميه حلوه وكان جميل، بس الفرن تبعي كل ما وطي القعر الرغيف محروق برضو، مش عارفه اوطيه للنهايه ازاي. انا قلت لها انك انت فيه نوعين للتوطية، يعني الزرار بتديريه الناحية دي اللي تحت الوسطاني بتاع القعر، وممكن تديريه الناحية التانية. قالت لي ما هو هيطفي، لو انا ديرته الناحية التانية هيطفي، ولما ديرته ناحية الواطي خالص وطي بزيادة بس برضو عالي، يعني انا وطيته خالص بس برضو القعر عالي. هقولك دلوقتي هنا عندنا القعر بتاعنا بتاع الفرن بينضار الناحية دي والناحية دي. انا هنا مسحت البلاطة بتاعتي علشان ان انا ابدا الاقي الرغيف نظيف عندي لما ارمي عليه الرغيف يعني. هنا بقى انا عندي البلاطه، بقول لك لو البلاطه عندي انا وانا الوقت كده سخنت الفرن قوي وبدات وطيت القعر بتاعي الناحيه دي، ماشي، لان هو بيوطى الناحيه دي. طيب الناحيه التانية يبقى انا بطفيه. طيب انا لما اجي اوطيه على الاخر خالص هنا والقاه عالي، باجي ناحيه ناحيه اني هطفيه بقى الناحيه التانية وبراحتي خالص، وابص على النار لغايه ما الاقيها هدت. قبل ما يطفي خالص بلاقيها هدت شويه. تمام. خلاص على كده بسيبه على كده واظبطه على كده، وعلى حسب البلاطه عندي سمكها عالي او سمكها واطي ببدا ان انا اوطي القعر بتاعي. اما الوش طول ما هو عالي طول ما الرغيف بيبقى جميل معاكي، ماشي. انا هنا بقول لك اهو سمك البلاطه رقيق قوي وهدي النار، سمك البلاطه تخين خلي النار عاليه شويه. تمام كده. تمام. اي معلومه برضو انت عايزاها وانا ما قلتهاش اساليها وانا من عيني لكم حاضر باذن الله. يلا نخش بقى نشوف المطرحه بتاعتنا قبل ما نبدا نلقط الرغيف بتاعنا. بس قبل ما نبدا نلقط عندنا هنا شويه دقيق، ده الدقيق السن اللي هو الفرز الاسمر. لما بنطحن القمح بيجي لي 3 انواع، النوع الابيض اللي انا عجنته، النوع الاسمر اللي هو اللي انت شايفاه خلطته على النخاله ده، النوع الثالث اللي هو النخاله، ماشي كده. لما اخلطهم على بعضهم الثلاثه يبقى كده الدقيق اللي هو الحبه الكامله. هنا بقى عندنا المطرحه اللي كانت بتقول لي انا جايبه مطرحه جديده ولما بخبز عليها كل النخاله بتنزل لتحت والرغيف بيلزق. شايفه هنا العصيان عندي واسعه، الحته اللي هي واسعه منها طبعا دي المطرحه دي عندي قديمه. ببدا ان انا اقربها زي ما انت شايفه كده، قربتيها بايدك ماشي، قربتيها بسكينه ماشي،
ماشي الكلام. هتجيبي السكينه وتدخليها بين العصايه والعصايه وتزقيهم على بعضهم لغايه ما يقربوا لبعضيهم كده، خلاص مش هتاخد منك الرغيف تاني، ومش هتنزل منك النخاله كلها. طيب في حاجه تانية، ان انا لو مش عارفه انزل العصيان لبعضيها، ببدا ان انا اعجن حته عجينه من النخاله وابدا اجيبها في ظهر المطرحه من ورا. ماشي، افرشها على ظهر المطرحه من ورا واحطها في الشمس لما تنشف، وتاني يوم اخبز بقى عليها. ماشي، اللي بيبقى زياده بينزل مني في الارض، واللي سادد العيون بيفضل سادد العيون. فهمتوني كده؟ خدتوا بالكم معايا؟ يبقى انا كده لما بعجن ولاش نخاله بحبه ميه واقلب المطرح على ظهرها لفوق، ظهرها اللي بيبقى على الوش كده لفوق، وابدا ان انا انزل بحبه النخاله اللي انا عجنتها وافردها عليها براحه كده علشان ايديك ما يجيش فيها شرطه ولا حاجه، لان المطرحه بتبقى جديده. ابدا ان انا بعد ما افردها اسيبها في الشمس تنشف، لتاني يوم ببدا انزلها. هي اللي بتبقى زياده معي بتسقط مني في الارض، اما اللي سد العين بتفضل سدها زي ما هي. هنا بقى هنبدا الخبيز بتاعنا. لو عندك برضو اي معلومه ما وصلت لكيش اسالي عنها وانا هرد لك عليها باذن الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده. بعد ما سخنا الفرن ونضفناه ومسحناه كويس وهدينا النار من تحت، ما بهديهاش الا لما بعرف ان الفرن سخن كويس، اعرف ان البلاطه سخنت كويس ببدا اهديها. هنا بقى ببدا القط. احنا طبعا في الفيديو اللي احنا عملناه انك تلقطي بس، قطعنا العجين فيه صغير. طب ليه؟ علشان اللي بتتعلم دايما بنقول اللي بتتعلم بتقطع الرغيف صغير. ليه؟ بيساعد معاه في الرح كويس، بتلقطه كويس، بترميه في الفرن كويس، ما بيتقلبش منها على المطرحه. لان انا لو قطعته كبير وانا لسه بتعلم هيتقلب مني على المطرحه. تمام، يبقى انا لما اجي اخبزه هيتقلب مني على المطرحه، مش هيبقى مظبوط. ونسيت اقول لكم ان احنا لما بنقطع العجين بنحطه جوه في مكان ما يكونش فيه هواء. انا قطعت هنا عند الفرن، لكن بعد ما قطعته وخلصت شلت الصواني كلها ودخلتها جوه في مكان ما فيهوش هواء، وقطعنا على زيت زي ما قلت لكم. علشان ليش بدخلها جوه في مكان ما فيهوش هواء؟ علشان وشها ما يشققش مني وما يقشفش مني ويبقى شكله مش كويس. تمام. هنا بقى لما الرغيف بيبدأ يرفع معاكي بتبدأ تدايريه براحتك كده بفن بقى كده وبمزاج عالي، علشان تسوي الرغيف تسوية واحدة. تسوية واحدة ازاي؟ يعني يكون واخد لون من فوق شكل بعضي، يعني ما يكونش فيه حتة محروقة وحتة تانية بيضة. تمام كده؟ تمام حبيب قلبي. ابدأ دايري براحتك كده. عندك نشوة حديد تبع الفرن استخدميه لو ايديكي خدت عليه، بس انا بصراحة بستتقله على ايدي شوية، برتاح للنشوة. العصاية اللي احنا بنستخدمه ده، دي عصاية من جريدة النخل، بنبدأ ان احنا نجيبها من الشوشة من فوق، يعني من الحرف بتاع العصاية من فوق من الطرطوشة كده، ونبدأ ان احنا نسويه كويس بالسكينة ونبدأ نشتغل بيه، نغسله كويس او نمسحه بقماشة مبلولة مية ونبدأ نشتغل بيه عشان لو فيه تراب. هنا بقى ليه بنغز الرغيف؟ للناس الكتير خالص اللي سألتني، انا بنغز الرغيف علشان لما ارمي الرغيف في الفرن وبيجي مني غصب عني هوا تحت الرغيف، بيطلع من الحتة اللي انا مخرماها دي، ما بيخليش الرغيف وسطه رقيق وحروفه تخينة. لان انا لو ما خرمتوش ودخل هوا تحت الرغيف بيخلي وسطه رقيق وحروفه تخينة. شايفة انا مخرماه ونفخ معانا برضو اب، والدنيا تمام وعشرة على عشرة. تمام، ما نضرش ولا حاجة. اهم حاجة قعر الرغيف، قعر الفرن يكون سخن كويس، علشان الرغيف معاكي يساعد معاكي في ان هو يقب ويبقى تمام. يعني لو قعر الرغيف بارد هيخلي لك الرغيف ما هوش مش هينفخ معاكي. تمام، يبقى انا البلاطه بتاعه الفرن لما بتكون سخنه بتخلي الرغيف معايا مظبوط اهو، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا وش الرغيف ده انت وحريتك، عايزه تخلي لونه احمر، عايزه تخلي لونه ابيض خالص، كل واحد وليه طبعا ذوق في الاكل او ذوق في الحاجه. في ناس بتحب ان هي تخلي وش الرغيف ابيض شويه عن كده، علشان لما تيجي تأمره مرة تانية ما ياخدش معاها لون غامق ويبقى لونه غامق. وفي ناس بتحب تخليه لونه احمر شويه زي كده، بتحس ان هو مستوي كويس وشكله كويس، وكمان بيعيش معاه فتره طويله ما بيجرالوش عفن ولا حاجه. برضو في اخر الفيديو باذن الله هقولك ازاي تخزني الكميه كلها لو انت عامله كميه كبيره تعيش معاكي فتره طويله وعمرها ما تعفن معاكي وعمرها ما يجرالها اي حاجه خالص. طبعا الكل عارف ان احنا بنخزنه في الفريزر، هقولك ان شاء الله تعدليه ازاي قبل ما تخزنيه. هنا طبعا احنا شغالين مع بعضنا خبيث زي ما انت شايفه. هتبداي بقى انك انت ليه بخبز على مطرحتين برضو علشان السؤال ده بيتسأل كتير. بصي، لو انا بخبز على مطرحه واحده كبيره من الاول، في ناس بتقول لي اخبزي على المطرحه الكبيره من الاول. لما انت بتخبز الرغيف على مطرحه واحده بتحسي انك انت من كتر ما بترحي فيه بتهدي حيل الرغيف.
تمام. بتهدي خمره زيادة. يعني ايه بتهدي خمره؟ يعني بتخليه يهبط كده وما ينفخش معاكي في الفرن. تمام. انما لما بنخبزه على المطرحة الصغيرة شوية ونرجع نريح ردة جديدة ونخالة جديدة يعني ومطرحة جديدة، بتحس ان الرغيف يفرد معاكي سهل، وفي الوقت نفسه يبقى مرتاح، والهواء اللي فيه لسه موجود فيه ما هبطش منك. تمام. طبعا طول ما انتي بتريحي الرغيف براحتك، ما بتريحيش جامد قوي علشان ما يتشقلبش منك على بعضيه، براحتك خالص. احنا هنا بنرح بسرعة مثلا ان احنا متعلمين الحاجة. اما في الفيديوهات اللي احنا عملناها ازاي تتعلمي الرحم، انا جبتها لك واحدة واحدة، خليت لك الفيديو صوت وصورة بالراحة خالص. ما منتجتلكيش فيه حاجة خالص، حطيتهولك زي ما هو. هحط لكم في تعليق مثبت لو حبيتوا تخشوا تشوفوه، غير ما انا هحطهولك في صندوق الوصف علشان خاطر الناس اللي هي ما بتوصلش لصندوق الوصف. هحطلك برضو باذن الله في تعليق مثبت تحت الفيديو على طول مع التعليقات كده. هنا بقى ببدأ اريحه على المطرحة الصغيرة شوية، وابدأ ارش نخالة جديد ودقيق جديد على المطرحة الكبيرة. المطرحتين دول طبعا قدام عندي من زمان. انتي طبعا لو جايبه مطارح جديدة قلتلك هتسديها ازاي. اي سؤال عندك برضو اكتبيه، ما يهمكيش. احنا طبعا باذن الله باذن الله ربنا يجعل مننا المنفعة كلنا باذن الله. هنا بقى يعني انا لما خبزت معاكي صينية بدأت ان انا ارمي رغيفين، علشان انا لما بحب ان انا اعلم حد او نقول معلومة بحب اجيب له الحاجة بالراحة، ما بحبش ان انا اجيب نتش 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 ورا بعضيه علشان ما يستوعبش معانا الحاجة. هيحب يرمي اتنين زي ما احنا بنرمي، هيحب يعمل بسرعة زي ما احنا بنعمل. لا، لما بقى حد بيتعلم بالراحة واحدة واحدة، واحدة واحدة بيتعلم. اما لو بسرعة بسرعة وزعاق والكلام ده كله مش هيتعلم، مهما تقولي مش هيتعلم. بالراحة خالص كده، وريحي الرغيف براحتك، قطعيه صغير، اشطحيه على القد ما انت قادرة. ما تزعليش لو باظ منك اول مرة، تزعليش لو باظ منك تاني مرة. بعد كده هتتعلمي. حطي الموضوع في دماغك انك نفسك تتعلمي، هتعمليه باذن الله. الوقت العيش بقى غالي، بتشتريه بقى غالي. كمان غير ما انه غالي، يعني انا لما بتصدف مرة وبشتريه ما بيقعدش عندي ساعتين زمن وبينشف، مهما امره بينشف اكتر من الاول. ما بيكونش زي اللي انت عاملاه في البيت، بيكون غالي عن اللي انت عاملاه في البيت. انت في البيت مثلا لو انت بتحسبي لي الانبوبة والفترة اللي انا بخبز فيها او بعجن فيها او تبهدلت البيت او تبهدلت هدومي او الكلام ده كله من النخالة يعني، لا لما بتحسبيها صح بتلاقيها اوفر بكتير عن ما انت تشتري الحاجة من بره. يعني ان انا اخبز يوم، انا مش بخبز كل يوم، يعني انا بخبز يوم مثلا في الاسبوع كده. بقى خلاص قربت ان انا يعني خلصت الصينية الاولى، هبدأ ان انا اجيب بقية الشغل التاني علشان ما اطولش عليكي، وابدأ اشتغله مع نفسي علشان لما اجي اوريكي احنا نخزن ازاي، اوريكي طريقتي في التخزين. لان في ناس كتيرة بتقولي انت ما شاء الله بتعملي كمية كبيرة، فورينا انت بتخزنيها ازاي وبتقعد عندك فترة قد ايه، كله هقولهولك باذن الله. هنا بقى نفس الكلام. طبعا الباشمهندس يوسف كان صحي، كان قاعد جنبينا لازم يعني حتة عجينة ولازم الكلام ده كله يخبز معانا والكلام ده. يعني احنا عندنا هنا في الارياف بنحب ان احنا البنت وهي صغيرة نبدأ نعمل لها رغيف صغير في الاخر، تبدأ تلقطه من على الصينية، تبدأ تريحه على المطرحة، تبدأ ترميه في الفرن. حتى لو اتقلب منها او اتبهدل او اتعمل، فهي بتكون صغيرة بتتعلم سهل وبتلقط المعلومة سهل. وبالراحة عليها برضو كده واحدة واحدة، رغيف ومرة واتنين وتلاتة، بتبدأ ان هي تتعلم المعلومة سهل وبتلقطها سهل، عن ما بنستنى لما تكبر ونرجع نعلمها. فهمتوني؟ هنا بقى حبيب قلبي جينا ان انا هوريكي ازاي بنخزنه. شايفة بنفض الرغيف بالرغيف، لازم انفضه كويس من الردة الموجودة فيه. ماشي. ابدأ انفضه من الظهر ومن الوش، وابدأ اجيب الوش على الوش والظهر على الظهر، علشان خاطر لما احطه في التلاجة لو قعر الرغيف محروق مني ما يبوظش وش الرغيف التاني. تمام. وبحاول ان انا لو في رغيف قعره محروق شويه بخليه اكله الاول، او في رغيف فيه غلطه مثلا او اي حاجه ما هواش مظبوط كويس بخليه باكله الاول. ماشي. بخليه في الشنطه اللي انا بحطها على الرخامه، بناكله اول يوم وتاني يوم وهو طري كده، العيش ما بيكونش فيه عيب. يعني بحيث ان انا اللي بشيله في الفريزر يكون مظبوط، يكون تمام. باجي ان انا اشيله في شنطتين، ما بحطوش كله في شنطة واحدة على بعضيه علشان ما يدكش على بعضيه والرغيف يرق معايا ويبقى مش مظبوط. ببدأ ان انا احطه في شنطتين تلاتة، احطهم جنب بعضهم في الفريزر ماشي، او على حبة في الفريزر هنا وفي الفريزر هنا. ويلا حبيب قلبي اشوفكم على خير بإذن الله.